السلام عليكم. طلبت جهاز التدليك هذا طبعا جهاز تدليك، شكله خفيف وأنيق وجدا ممتاز وما يحتاج لأي حاجة. طبعا فقط ينشحن شحن تايب سي. الميزة الموجودة في الجهاز هذا ايش هي؟ ما يدلك مش هزاز، هذا يشفط فقط. هذا إذا حطيته كذا فوق الجلد ويكون مكتم من كل مكان زي كذا، خلاص يشفط الجلد، الجلد يدخل لا داخلين هنا. بعدين يجمع الدم فيه وتخليه يشد إذا كان في مكان فيه ألم ولا شيء، يجمع الدم فيه بعدين تفكه، بعدين تجمع الدم فيه بعدين تفكه علشان يحرك الدم في نفس المكان. وغير كذا إذا في مكان فيه أعصاب برضه يشد العصب ويفكه، يعني يجلس يشفط 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 لما أنت تطفيه. طبعا طريقة استخدامه بسيطة. هنا كما تشاهدون عندي 4 زرار. الزر الأول هذا إذا طولنا عليه يشتغل ويشفط فقط. مجرد ما نحطه في المكان المناسب نشغله من هنا يبدأ الشفط. بعدين هنا عندي هذا التوقف، هذا الإيقاف وهذا التشغيل. وبعدين عندي هنا هذا الحرارة. طبعا هو بيجيب حرارة، هذه في لمبة هنا حمراء بتجيب حرارة، بس مش هذه يعني الحرارة القوية. الحرارة يعني في أحد بيحس فيها، بس ما بتعور أحد ولا تأذي أحد. ونستطيع التحكم فيها. من هنا بيجيب لي 3 درجات للحرارة. وبعدين عندي هنا قوة الشفط، في عندي 3 درجات لقوة الشفط. طبعا كيف يبين الدرجات؟ هنا عندي 6 لمبات، 3 لمبات حمراء اللي هي الحرارة، وعندي 3 لمبات خضراء زرقاء، هذه لقوة الشفط. كل ما ضغطت ضغطة ثانية تقوى الشفط، يصير لمبة لمبتين 3. بالنسبة لتوفر الجهاز متوفر في شين في أي موقع، وسعره ب32 ريال. أنا أخذته ب32 ريال. الميزات اللي موجودة فيه إنه نفعني، أنا بالنسبة لي نفعني، وخاصة في ظهري، إنه إذا احتجت أحد يدلك لي ولا شيء ما يحتاج إني أبحث عن أي أحد. فقط مجرد ما أحط هذا في المكان المناسب يشفط المكان ويشد المكان. وغير كذا العيب الوحيد اللي فيه إنه المكان هذا كبير. الدائرة هذه كبيرة، يعني فيها مناطق ما تستطيع مثلا تركيبه زي اليد يعني تحت هنا ما استطيع لانه هذه كبيرة. بتكون منسمة لانه اليد كما تشاهدون مدورة. اذا جيت بركبه ما يركب كامل، بيقعد منسم من زي كذا وما يشفط الشيء. بنفس الطريقة هذه هنا كما تشاهدون ما تملت الدائرة، هنا في فراغ، ولا في المكان الثاني في فراغ اذا رجعته كذا. لكن هنا يمكن كذا كما تشاهدون. كيف بشغله؟ لازم يكون المكان مكتب من كل مكان، بعدين اشغله كما تشاهدون. يسحب يشفط. قوة الشفط فيه قوية، انت يعني اذا كنت بعيد ما بتحس فيه، بس هنا قوة الشفط قوية. هنا كما تشاهدون التحكم. طبعا حاليا هي درجة واحدة، لمبة واحدة يعني درجة شفط واحدة. يعني إذا أردت قوة الشفط هنا كما تشاهدون درجتين 3، كذا قوة الشفط قوية. طبعا هو مجرد ما يجمع الدم في نفس المكان بعدين نرخيه يفك الدم، نجمعه في مكان ثاني ونرخيه يفك الدم، يعني مجرد ان احنا نحركه يتحرك الدم فيه. طبعا كيف نطفيه او نفكه؟ خلاص مجرد ما نطفيه خلاص هو يتنسم من نفسه يتنسم خلاص لما يتفك. هنا كما تشاهدون خلاص كذا. هذه هي العلامة اللي ظهرت هنا عندي كما تشاهدون، جمع لي الدم في المنطقة هذه. خلاص مجرد ما رخيته خلاص الدم الآن ينتشر. مجرد ما أحطه بمكان ثاني يجمع الدم فيه، بعدين أفكه يرخي الدم. خلاص زي كذا هي الدورة الدموية، يشفط الدم يجمعه في مكان ويفكه. طبعا طريقة استخدامه هي هذه فقط. يعني كم بتحطه، الفترة اللي بتحطه على حسب استخدامك، على حسب التحمل. في بعض الناس يتحمل فترة كثيرة، في بعض الناس يتألم منه يفكه بسرعة. طبعا هذا الجهاز من موقع شين سعره 32 ريال، في منه أخضر في منه أحمر. غير كذا غير الاستخدام هذا اللي يكون في مكان واحد شفط، في طريقة ثانية تكون في الظهر، بس يعني لازم يكون عندك شخص يساعدك فيها. نحن مثلا في الظهر مثلا إذا دهنا الظهر بزيت ولا شيء، خلاص مجرد ما ندهنه بكامله وبعدين خلاص نشفط فيها وبعدين نسحب فيه كذا وكذا يمين ويسار. هذه بتكون تدليك كامل للظهر، يعني بتكون تسحب الدم من أول الظهر لنهاية الظهر، يعني ما فيها تعرجات ما فيها أي شيء. تكون شغالة فقط ويكون المكان كله مزيت، خلاص تستطيع سحبها في أي مكان. بالنسبة اللي يسألني هل فيها مضار؟ بالنسبة للمضار اللي فيها ما فيها مضار. العلاجات الطبيعية بشكل عام، العلاج الطبيعي ما في له مضار، حتى لو أخذ وقت ما في له مضار. حتى إذا ما كان في له فايدة ما يكون فيه مضار زي العلاجات الثانية اللي هي
الحبوب الإبر وزي كذا. أما بالنسبة للقطع غيار ما في معاك قطع غيار، يعني إذا أنت استخدمته وفي شخص ثاني يحتاج تستخدمه فقط تحتاج إنك تعقم المكان هذا وخلاص. مجرد ما تعقم المكان هذا تستطيع أي شخص ثاني يستخدمه، يعني ما فيها أي مضار، يعني ما في مثلا تحطه في مكان جروح ولا شيء. الجهاز طبعا يتفك، هذه تتفك بس ما في طريقة مثلا إنك تاخذ واحدة زيها. هنا كمان تشاهدون زي كذا، هذه جلدة وهذه القطعة اللي تسخن وخلاص وزي كذا، وهذا الجهاز الشفاط، وهنا مكان الشحن. بالنسبة للجهاز أنا كنت أستهين فيه، كنت أقول ما في له فايدة، يمكن عشان إنه شاحن وبطارية صغيرة ما يشفط بهذيك القوة. بس لما طلبته ما طلبته لي أول مرة، طلبته لشخص ثاني، بعدين جربته وشفت إنه فيه قوة وفيه متانة، ممتاز جدا بالنسبة للشفط. بالنسبة يعني إذا كان في مكان في الظهر في الرقبة في أي مكان يمسك بقوة، أحيانا ما تقدر تفكه بسهولة. بعدين بعد ما جربته مرة ومرتين خلاص اقتنعت فيه وطلبت منه واحد. من الآخر الجهاز فكرته مثل فكرة أجهزة الحجامة، يشفط الدم بس يعني ما تعور المكان، يعني ما تعور المكان بموس ولا بحاجة، فقط يشفط لك المكان وبعدين ترخيه خلاص يفك الدم، تشفط المكان في مكان وبعدين تفكه يفك الدم. يعني الحجامة تكون من غير موس، اللي هي الحجامة العادية مع التدليك مع هذا، وهذا نفس الطريقة، هذه تعتبر حجامة من غير ما يخرج دم.